مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم على الهواء مباشرة في حلقة جديدة من برنامج الشريعة والحياة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يقال إن الحضارات لا تتصادم، لكن يمكن للعقائد أن تتصادم إذا أصبحت هي المحركة والموجهة الوحيدة للجماعات، خاصة مع وجود تعددية دينية ناشطة وفاعلة. فما مجال العقيدة وحدودها؟ وما العلاقة بينها وبين الشريعة؟ وهل من وظيفة العقيدة الفرز بين المؤمن والكافر؟ وهل تتغير القيم والسلوكيات بحسب المعتقد؟ العقيدة الإسلامية مجالها ودورها موضوع حلقة اليوم من برنامج الشريعة والحياة مع الدكتور عبد الحميد مدكور، رئيس قسم الفلسفة في كلية دار العلوم بالقاهرة سابقا. مرحبا بكم دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا يا أخي الكريم. بداية، الإسلام ينقسم إلى عقيدة وشريعة وأخلاق. ما حقيقة هذه التقسيمات ومن أين جاءت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. فأبدأ بشكركم على استضافتي في هذا البرنامج. مرحبا بكم دكتور. وأسأل الله عز وجل أن يجعل جلستنا هذه جلسة مباركة وطيبة وفيها الخير إن شاء الله تعالى. من المسائل المعروفة لدى المسلمين أن الإسلام دين فيه العقيدة وفيه الشريعة وفيه الأخلاق وفيه المعاملات وفيه أصول النظم التي تقوم عليها الحياة الاجتماعية والإنسانية. فليس محصورا في العقيدة وحدها ولا في الشريعة وحدها ولا في الأخلاق وحدها ولا في هذه النظم التي وضعت أصولها في الإسلام، ولكنه يشمل هذا كله وينضم وينضوي تحته هذا كله. ولا يصح مطلقا أن ينظر في هذه المسألة إلى تقسيمات موجودة، لأن الإسلام يضم كل هذا. وإذا نظرنا إلى علاقة العقيدة بما سواها من مقومات الإسلام ومكونات الإسلام، فإننا يمكن أن نشبه العقيدة بأنها مثل الدم الذي يسري في الجسد. الدم الذي يسري في الجسد ليس مركزا على جزء دون جزء ولا على مكان دون مكان ولا على عضو دون عضو، ولكنه ينبث في الجسد كله بحيث يمنح كل جزء فيه الحياة والحركة والنمو والقيام بالوظائف التي لا بد من القيام بها إذا وجد هذا الدم في الجسم. وهكذا تكون العقيدة. نعم، ليس مهما كثيرا أن نقف عند الألفاظ والمصطلحات، ولكن بإيجاز شديد. نعم. ماذا نعني بالعقيدة؟ العقيدة طبعا إذا أردنا أن نتعرف على كلمة فنرجع إلى القاموس أولا. القاموس يعطينا الدلالات متطورة، الدلالات الحسية ثم الدلالات المعنوية. كلمة العقيدة من عقد يعني لما نقول عندنا حبل نجمع أطرافه فنكون عقدة، فهذا هو الأصل. الاستعمال الحسي أن نجمع أطراف الحبل بعضها إلى بعض فتتكون من هذا عقدة. هذا هو الاستعمال الأصلي. ثم انتقل الاستعمال من الحبل ونحوه من الأشياء الحسية إلى العقود يعني عقد البيع، عقد الشراء، عقد النكاح إلى آخر هذا الكلام. ثم انتقل من العقود إلى ما يستكن في القلب والضمير من أصول الإيمان، وذلك لأن العقيدة نوع من العقود، بل هي أسمى العقود وأول العقود وأصل العقود، ومن ثم فإنها تكون هي التي نعبر بها عما يستقر في القلب والوجدان والعقل من الأصول التي يقوم عليها بناء الدين، وهي ليست من أفعال الجوارح ولكنها من أفعال القلوب والعقول، وهي بمثابة الأساس
لكل شيء في الإسلام كأساس بناء البيت أو الجذر بالنسبة للشجرة، فهذا هو الذي يقصد بالعقيدة، أصول الإيمان التي تستقر وينعقد القلب عليها، وكأنها تدخل في هذا القلب ثم يغلق القلب عليها فتكون أصلا وأساسا وموجها لكل شيء. طبعا هذا ليس محصورا فقط بالعقيدة الإسلامية، هناك عقيدة إلحادية، هناك عقيدة رأسمالية إلى ما هنالك. هذا نعم صحيح؟ طبعا هذا كلام صحيح. يعني إذا ارتقى فكر ما أو مبدأ ما أو مذهب ما أو منهج ما أو شيء ما حتى ولو كان خرافة، إذا ارتقى عند صاحبه إلى أن يكون هو الأصل والأساس والموجه، الموجه للفكر والموجه للسلوك والموجه للحركة، فإن ذلك يكون عقيدة. ونحن نرى في الإسلام أن الإسلام يتحدث عن دين الكافرين، لكم دينكم ولي دين، والذين يؤمنون بالباطل ويصدون عن سبيل الله أولئك هم الكافرون، يؤمنون بالباطل. وتحدث عن الذين يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين آمنوا ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فكلمة العقيدة في عمومها يعني تشمل كل شيء، ولكننا عندما نتحدث يعني عن مثل هذا الأمر في جانب الأديان اصطلاح الشرعي نعم، نقول في عقيدة يهودية، عقيدة موسوية جاء بها موسى عليه السلام، عقيدة جاء بها عيسى عليه السلام، عقيدة جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. فضيلة الدكتور، نجد أن القرآن الكريم تحدث بإسهاب عن العقيدة في آيات كثيرة. نعم. كيف رسم القرآن الكريم الوظيفة العقيدية أو وظيفة العقيدة؟ بالنسبة للقرآن الكريم إذا نظرنا فيه وفي آياته فسنجد أن ما يقرب من 90% من آيات القرآن الكريم تتحدث عن العقيدة، إما عرضا للعقيدة، وإما استدلالا على العقيدة، وإما ردا على الذين يخالفون هذه العقيدة. وهذا موجود في جميع سور القرآن، وخصوصا في السور المكية التي اهتمت اهتماما بالغا وأساسيا ببناء أصول الإيمان والعقيدة الإسلامية، سواء أكان الكلام مباشرا أم جاء عن طريق القصص القرآني. طبعا الهدف هو بناء الفرد على القيم والأخلاق والمعتقد الصحيح والعلاقة الطيبة بالله عز وجل، وما يترتب على هذه العلاقة من سلوكيات وتصرف في الحياة العامة، ثم بناء المجتمع، ثم بناء الأمة على الوحدة والتضامن، وعلى طلب العلم، وعلى القيام بالنهضة، وعلى تأسيس الأخلاق التي هي مفصل مهم جدا من المفاصل التي يتكون منها هذا الإسلام ويدعو إليها هذا الإسلام. ولكن هناك من يرى فضيلة الدكتور أن العقيدة هي عنصر استعلاء وتمايز، باعتبار أن المؤمن يستعلي على غيره بعقيدته. ما رأيكم بذلك؟ والله أنا أقول بصفة عامة يعني إجابة ثم أبني عليها. المفروض أن الإنسان لا يختار عقيدته إلا بعد تفكير طويل، وبعد تأمل عميق، وبعد مقارنة، وبعد مناظرة لما سواها من العقائد، وهذا موجود في العقائد السياسية وفي العقائد الاجتماعية وفي المذاهب الفكرية إلى آخره. فالإنسان ينظر أولا ثم يختار ثانيا، وهذا الأمر نفسه ينطبق على ما يتعلق بالعقائد الإسلامية. ونحن يعني اسمح لي أن أقول عبارة يعني أخرى يمكن أن توضع بجوار هذا المصطلح أو تكون حتى سابقة عليه قليلا، أنني أقول إنها لا تؤدي إلى الاستعلاء، لأن الاستعلاء فيه شيء من التكبر على الآخرين، ولكن أقول فيها شيء من الاعتزاز بالانتماء إلى الله وإلى هذا الدين الذي هو الدين الخاتم، وهو الذي لا ينسخ، وهو الذي جاء مهيمنا على الكتاب كله، وهو الذي جاء وارثا للوحي كله، وهو الذي جاء مصدقا لما سبق ومبينا لما صح وما لم يصح مما سبقت إليه الأمم السابقة. فهذا يجعل المسلم يعتز بهذا الإسلام، ولا أقول يستعلي، وإنما فيه هذا الأمر مع إعطاء الآخرين حقهم في أن يعتقدوا ما يشاءون. فليس الأمر هنا أمر يعني هذا الاستعلاء، ولكن أقول يعني اسمح لي أن أستخدم هذا التعبير، الاعتزاز بالإسلام والانتماء إلى هذا الإسلام. البعض يقول يعني هذه الثقافة، ثقافة الاستعلاء، ربما سادت في أواخر القرن الماضي مع خطاب أبو الأعلى المودودي وسيد قطب في ظل المواجهة مع الغرب. إلى ما تعزون ذلك؟ يعني هل ترون أن تلك المرحلة قد انقضت وفاتت وانتهت أيضا؟ يعني إذا أردنا أن ننظر إلى هذه الآراء فينبغي أن نضعها في الإطار التاريخي الذي جاءت فيه.
في الحقيقة أبو الأعلى المودودي كان موجودا في الهند، وطبعا باكستان استقلت ولكنه كان في الجزء الهندي، وكان يريد للجماعة الإسلامية الموجودة في الهند أن تحافظ على شخصيتها وهويتها وكيانها الذي يمكن أن يذوب في داخل هذا المحيط الهندي الذي يمكن أن يبتلع هذه الأقلية التي بقيت في الهند. فهو كان يريد الحفاظ على الهوية والخصوصية والذاتية والانتماء إلى الإسلام في ظل هذا المحيط الهندي الذي يحيط به. وطبعا جاء كلام المودودي وكلام سيد قطب من بعده بعد سقوط الدولة العثمانية، بعد بروز الدعوة إلى العلمانية، بعد بروز الدعوة إلى إقصاء الإسلام عن الحياة وعن القوانين وعن التشريع وعن أن يكون هو الذي يهيمن على حركة الحياة في المجتمع المسلم. ومن ثم فإن هؤلاء وجدوا برد الفعل أنهم لا يمكن أن يستسلموا لمثل هذه الآراء. هل ترون أن تلك المرحلة قد انتهت ومضت، أم أننا اليوم في ظل مواجهة أيضا بين الثقافات، ثقافة الإسلام وثقافة الغرب، بحاجة من جديد إلى مثل هكذا ثقافة؟ دائما الأمور ينطبق عليها القانون أن كل فعل له رد فعل. العالم الإسلامي يتوجه إليه يعني غزوات حضارية من جميع النواحي، يعني سياسية واقتصادية وعسكرية، ومن ثم فإن هذا يؤدي إلى أن يتمسك الناس بخصائص عقائدهم وبالانتماء إليه حتى لا يذوبوا في محيط العالم. ونحن الآن في مرحلة العولمة الكاسحة المتوحشة التي تريد أن تعطي للحضارة كلها لونا واحدا ونمطا واحدا. هذا بالطبيعة سيؤدي إلى وجود استمساك من أصحاب العقائد بعقائدهم، فالبوذيون سيتمسكون بعقائدهم، والإسلاميون سيتمسكون بعقائدهم، والمنتمون إلى المسيحية سيتمسكون بعقائدهم، لا يريدون أن يذوبوا. فالمسألة هي فعل ورد فعل. طبعا إذا يعني كان الأمر فيه عقلانية وفيه سماحة إنسانية وفيه تعاون على أن يعيش البشر ولهم الحقوق المتساوية في أن يعبروا عن أنفسهم وعن عقائدهم، فإن الأمر يخف. لكن إذا كان هنالك ضغط كاسح يريد أن يمحو وأن يذيب وأن يميع كل العقائد وكل الحضارات وكل الثقافات وكل النظم الاجتماعية، فهذا يؤدي إلى رد فعل مضاد، وربما يعمل على أن تستمر أمثال هذه المواجهات بين العقائد أو بين التوجهات السائدة في العالم. نتحدث عن الدور المنوط بالعقيدة دكتور، يعني هل هي الحكم في علاقة المسلم بمحيطه والعالم؟ قلت منذ قليل إن العقيدة أشبه بالدم الساري في جسد الإنسان، وهي الدم الساري في الإسلام كله. وإذا نزعنا العقيدة من الإسلام فإن هذا يؤدي إلى يعني ذوبان لهذا الإسلام وانتهاء لهذا الإسلام. ومن ثم فإن العقيدة هي التي يعني ينبثق عنها التصورات الفكرية والأخلاق والتوجهات التي يمر بها الإنسان، وهذا دورها كدور المحرك أيضا في السيارة. إذا نزعنا المحرك في السيارة رغم أنها جميعا مكتملة فإنها لا تتحرك حركة واحدة إلى الأمام. ومن هنا فإن العقيدة بالفعل تعطي يعني الإنسان وجودا وقواما. ربما عندما يكون الإنسان في داخل مجتمعه المسلم لا يتجلى هذا الأمر بوضوح، ولكن انظر إلى هذا المسلم عندما يتغرب في أي مكان في العالم، فإن جذوره الدينية ومعتقداته الأصلية تفيق مرة أخرى من غفوتها وتتجلى في خصائص وفي مقومات وفي سلوك وأفكار هذا الإنسان. وربما لم يكن يشعر بهذا وهو في داخل محيطه الإسلامي الذي يشعر فيه بالأمن، ولكن عندما يكون بعيدا غريبا فإنه يعود مرة أخرى إلى هذه الجذور حتى يثبتها ويقويها، لأنها هي أول ما يحصنه من أي غزو يملك عليه نفسه أو يغير سلوكه ومشاعره. في موضوع العلاقة مع الآخر الدكتور، نعم، في موضوع العلاقة مع الآخر، ما دور العقيدة هنا؟ العقيدة إذا نظرنا إلى العقيدة الإسلامية فهي ليست عقيدة الاستئصال وليست عقيدة الإقصاء، ولكن الإسلام عندما جاء علم الله عز وجل في كتابه وأعلمنا في كتابه أنه لن يكون الإسلام هو الدين الوحيد في العالم بعد أن يأتي، ولذلك نجد في الإسلام تشريعات لغير المسلمين، تشريعات لأهل الكتاب الموجودين، يصل الأمر في يعني ذروتها إلى
أن يكون للمسلم حق أن يتزوج من هؤلاء، وأن يأكل من طعام هؤلاء، وأن يعامل هؤلاء بالحسنى، وأن يبعد عنهم الأذى، وأن لا يستعلي عليهم أبدا بدينه، ولكن يدعوهم إليه برفق وبرحمة وبتسامح. فليس الإسلام دين الإقصاء ولا الإبعاد ولا الإفناء. وقد وقفت حضارات من الإسلام نفسه في بعض مواطن كانت للإسلام من قبل، عندما يعني تغيرت الدورة التاريخية. يعني بعض الحضارات الأخرى عملت الإسلام بالإفناء والإقصاء والإبعاد، لكن الإسلام لم يفعل هذا، وهو لا يتخذ هذا منهجا له، وإنما يعترف بالآخر ويدعو إلى الحوار معه ويدعو إلى الإحسان إليه وعدم الإيذاء له إلى آخر هذا الذي يحتاج إلى كلام مفصل في هذه القضية. بعض الخطاب الإسلامي الآن يركز كثيرا على موضوع العقيدة، يبني تصوراته، علاقاته مع الآخرين، مواقفه، نعم. وبالتالي ربما يلجأ إلى تصنيف الناس إلى مسلم، إلى كافر، إلى منافق. هل من وظيفة العقيدة أيضا تصنيف الناس؟ والله يا أخي الكريم، إذا نظرنا إلى القرآن الكريم نفسه فإننا نجد أن لدينا حديثا عن مؤمنين طائعين، ولدينا حديثا عن مؤمنين عصاة، ولدينا حديثا عن أهل الكتاب، ولدينا حديثا عن المشركين، ولدينا حديثا عن المنافقين. هذا موجود، والإسلام يعرف المسلم بهذا، لا لكي يكون عدوانيا ولا لكي يكون ظالما أو متهجما على الآخرين، ولكن لكي يحتفظ لنفسه بمقوماتها وخصائصها التي تستمدها من هذا الإسلام. فليس الأمر هنا يعني عدوانيا تجاه الآخرين، ولكنه يقوم أصلا على الحفاظ على الكيان وعلى الشخصية والخصوصية والذاتية والهوية. ومن ثم فإن الأمر يعني موجود في القرآن. يعني إذا نظرنا في أول سورة البقرة سنجد حديثا عن المتقين، ثم حديثا عن الكافرين، ثم حديثا عن المنافقين، وهو حديث يطول، وحديث كذلك عن الآخرين الذين كانوا يعيشون المسلمين ويجادلون المسلمين. فهذا يعني موجود في صميم الإسلام، لكن المسألة في كيفية إدارة مثل هذا الأمر. يعني في معرفة، نعم لا بد من المعرفة، لكن إدارة هذا الأمر كيف تكون؟ هل بالظلم؟ هل بالعدوان؟ هل بالاعتداء على الحقوق؟ هل بكذا؟ لا، ليس هذا هو منهج الإسلام. فهو يعرف من أجل أن يقدم المثل الأعلى والسلوك الأفضل الذي ينبغي أن يكون موجودا في ذهن المسلم وفي ذهن المجتمع المسلم وفي ذهن كل من ينتمي إلى هذا الإسلام. أين هو موقع عقيدة الولاء والبراء في كل ما ذكرتم دكتور؟ المفروض يعني بالنسبة إلى الآيات القرآنية أن المؤمن يبدأ بموالاة المؤمنين. الله تعالى يقول: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والمؤمنون كالجسد الواحد كالبنيان الواحد يشد بعضه بعضا كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فالمؤمن ينتمي إلى جماعة المؤمنين. في مقابل هذا هل هناك معاداة ومنابذة مع الكافرين بناء على عقيدة الولاء والبراء؟ لا طبعا، ليس لدينا في الإسلام إذا فقهناه فقها صحيحا وعلمناه علما صحيحا وجمعنا فيه الآيات والأحاديث والمواقف المؤيدة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل صحابته، لن يكون هذا الأمر. وما وجدناه من الآيات القرآنية إذا رجعنا إلى أسباب نزولها وإلى سياق حديثها فإنها تتحدث عن الولاء مع غير المؤمن على المؤمن والعدوان بهذا على المؤمنين. فالمفروض أن الولاء يعني أصحاب كل عقيدة ينتمون بعضهم إلى بعض، يعني حتى يعني في المذاهب السياسية والمواقف السياسية والاجتماعية نجد أن الإنسان يبدأ بالمولاة بالدائرة المحيطة به التي يشترك هو وإياها في منهجها ومذهبها وغاياتها وأهدافها. لكن الكلام يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، نرجع إلى أسباب النزول. بعض الناس يقتحم القرآن اقتحاما من غير أن يكون مسلحا بأدوات فهمه وفقهه، ولا يرجع إلى سياق الآيات ولا إلى أسباب النزول، مع أنها عامل مهم جدا في تفسير الآيات. سنجد أن الحديث فيها يدور عن الموالاة لغير المؤمنين على المؤمنين، يعني يتحدوا كما وقع في الأندلس على سبيل المثال. يعني المسلمين تحولوا إلى فرق وطوائف، يعني كانوا يوالون غير المؤمنين على حساب المؤمنين. هذا هو الذي ينهى عنه، وهذا هو الذي يحذر منه، وهذا هو الذي لا يصح أن يقع فيه المؤمن.
لكن الولاء يبدأ بالمؤمنين الذين هم متجهون إلى نفس القبلة ويؤمنون بنفس القرآن ويتبعون نبيا واحدا ومحمد صلى الله عليه وسلم. فالولاء يبدأ مع هؤلاء دون عدوان على الآخرين، لأن الإسلام لا يعترف بالعدوان الذي يبدأ هكذا بلا سبب. اسمح لي فضيلة الدكتور أن نأخذ سؤالا من الأخ وصفي عاشور. أيوة. من القاهرة يقول: هل للعقيدة مقاصد أم أن التعبير الأدق أن للعقيدة آثارا؟ وإذا كانت المقاصد تضبط الأحكام وتساعد في تقريب وجهات النظر وتقليل الخلاف، فأي خلاف في العقائد وأي ضبط للعقائد يكون بالمقاصد؟ يتابع: إذا أسميناها مقاصد العقيدة فإن العقيدة تكون قد وضعت من أجل تحقيق مقاصدها، فالمقاصد هي الأصل. وإذا أسميناها آثارا فإن تطبيق العقيدة ينتج هذه الآثار ويثمر هذه النتائج، ومن ثم فأحكام العقيدة هي الأصل. فماذا ترون؟ يا أخي، الله تعالى يعني عندما أنزل القرآن بين أنه هدى، وبين أنه بيان، وبين أنه رحمة، وبين أنه تفصيل لكل شيء، وبين أن الله تعالى في الكتاب الكريم أنه أنزل الوحي على الرسل من أجل إقامة العدل، من أجل إقامة القسط، ومن أجل الدفاع عن الدين والعقائد والحقوق والكرامة إلى آخره. فيعني نحن في هذا السياق يعني ربما لا يكون الأفضل أن ندخل في بعض الجدل حول بعض المصطلحات. المهم أن أنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فهذه مقاصد الشريعة، وإذا نظرنا إليها وحققنا مقوماتها ستتحقق الآثار أيضا. فهذه يعني نحن لا نريد أن ندخل في جدل لفظي، والمهم أن يكتمل بناء الإسلام في نفس المؤمن، وأن تترتب على هذه العقائد آثارها في الوجود، وآثارها في الفكر، وآثارها في الأخلاق، وآثارها في القيم إلى آخره. وعندئذ ستكون الآثار والمقاصد متكاملة في تعبيرها عن الإسلام وفي يعني تحقيقها للمقاصد هذا الدين. البعض دكتور يتحدث عن وظيفة عقدية للدولة الإسلامية. هل ترون للدولة وظيفة عقدية؟ أسمع منكم الإجابة إن شاء الله بعد فاصل قصير. فابقوا معنا مشاهدينا الكرام. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج الشريعة والحياة، والتي نتحدث فيها عن العقيدة الإسلامية، عن مجالها ودورها، مع الدكتور عبد الحميد مدكور. فضيلة الدكتور، نعم. السؤال: هل للدولة الإسلامية وظيفة عقدية؟ بعض الناس يتخوف من هذا الأمر، ويعني يظن أنها يمكن أن تؤدي إلى دولة مقدسة لا يمكن لأحد أن يعترض عليها أو أن يفكر يعني تفكيرا حرا، لأنه ما دام الدولة يعني بهذا الشكل فسيكون فيها رأي واحد وفكر واحد. لكننا في الحقيقة ينبغي أن ننظر إلى النصوص القرآنية لكي نستخلص منها الإجابة على هذا السؤال. الله تعالى يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ونحن نعلم أن الدولة في الإسلام يعني لا ينظر إليها على أنها الدولة التي تكتفي فقط بمجرد حماية الأرض وحماية الأفراد والدفاع عن المجتمع ضد الغزو الخارجي والقيام ببعض النظم الأمن الداخلي والأمن الخارجي والتعليم وما أشبه ذلك، لكن ينبغي أن يضاف إلى ذلك المعنى الديني الذي تمثله الفكرة الإسلامية والدولة الإسلامية والمجتمع الإسلامي بصفة عامة. وإذا نظرنا إلى ما قاله القدامى حول هذا الموضوع فسنجد مثلا عالما جليلا مثل الماوردي يعرف الخلافة ووظيفة الخلافة بأنها حراسة الدين وسياسة الدنيا به، وهذا هو الكلام الذي قاله ابن خلدون مرددا إياه من كلام الماوردي. فهذه المسألة يعني مسألة ينبغي أن تكون. ونحن نرى أن بعض الدول الإسلامية ذات التوجه المذهبي الخاص
ترى أن من وظيفة الدولة فيها الدعوة لهذا المذهب ونشر هذا المذهب والتعريب بهذا المذهب والدفاع عن هذا المذهب بتأليف الكتب وعقد المؤتمرات وإرسال البعثات والدعوات إلى آخر هذا الكلام. فيعني نحن ينبغي ألا نخاف من مثل هذا القول. الذين يخافون منهم الذين يريدون أن يجعلوا العالم الإسلامي على الطريقة العلمانية الخالصة دولة مدنية بكل الأمور، ونحن نقول دولة مدنية ولكن لها مقاصد إسلامية ولها أهداف ينبغي أن تقوم بها حتى يتحقق مثل هذا الأمر الذي يميزها عن غيرها من النظم الموجودة في العالم. ولكن ألا ترون أن العقيدة تحول دون تحقيق المواطنة الكاملة؟ لا، العقيدة لا تحول دون تحقيق المواطنة الكاملة. هذا يتم في بعض الأحيان إذا كان هناك تعصب شديد وتزمت وانغلاق في الفكر، لكن الإسلام يعترف بمجموعة من الولاءات التي تتصاعد حتى تصل إلى العقيدة. مثلا يعني عندما يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم هل مع الرسول نهى عن العصبية وذم العصبية وذم أصحابها وذم الولاء للقبيلة وحدها على أن يكون ذلك على حساب الإسلام، لكن عندما سئل صلى الله عليه وسلم هل من العصبية أن يحب الرجل قومه؟ قال لا، ولكن العصبية أن يعينهم على الظلم. فالمسألة أنا يعني أنتمي إلى الحي الذي أنا فيه والعائلة التي أنتمي إليها والوطن الذي أنتمي إليه والجماعة التي أكون فيها، ولكن ينبغي ألا تكون هذه الولاءات على حساب الإسلام أو مقدمة على الإسلام. الولاء لله أولا في المجتمع المسلم، والاتباع لله ولرسوله أولا، هذا هو الأصل والأساس. وإذا نظرنا إلى أمة إسلامية فإنها تتكامل، وينبغي أن تكون أمة واحدة كالجسد الواحد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن نخشى مثل هذا القول، ولكن نضعه في الإطار الصحيح. الولاءات تتصاعد، أعلاها هذا الولاء الذي لله عز وجل ولرسوله، ولكن يبدأ الولاء يحب أهله وأبويه وإخوته وقبيلته وحيه وبلده ووطنه، كل شيء من هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما خرج من مكة يعني كان يعني ينظر إليها بأسن وبحسرة، هو يقول والله إنك لأحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فهذا ولاء للموطن والموضع الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمنع هذا. وعندما كان في المدينة كان يعني بعض الناس يذكرون له هذا الكلام، فكان يقول لهم لا تهيجوا أحزاننا ولا تهيجوا مشاعرنا بالكلام عن الموطن الأصلي الذي كان فيه صلى الله عليه وسلم. يعني جاني الآن سؤال من الأخ أحمد يقول كيف نوفق بين احترام عقيدة الآخرين ونشر أو الدعوة للعقيدة الإسلامية؟ الإسلام كما قلت منذ لحظات يعترف بأنه لن يكون الدين الوحيد في هذا العالم، وإنما سيكون هناك أديان أخرى كثيرة، وسيعترف بأن هناك الديانة التي تؤمن بموسى عليه السلام والديانة التي تنتمي إلى عيسى عليه السلام. هذا كلام يعني يعرفه الخاصة والعامة ممن يتثقفون بالثقافة الإسلامية. والإسلام جرى في علاقته بهم على أنه لا إكراه في الدين، ولا يصح للمسلمين ولم يقع في تاريخ المسلمين أبدا، ولم يثبت أحد حتى من المتعصبين على الإسلام أن المسلمين أكرهوا أحدا على أن يدخل الإسلام، وإنما الأمر فيه دعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، وتقديم النموذج الطيب الكامل الذي يكون بذاته داعيا للآخرين إلى أن ينتموا إلى هذا الدين. فليس هناك تعارض، من حقهم أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا، والرسول صلى الله عليه وسلم أعطاهم هذا الحق في وثيقة المدينة المعروفة، ولكن هذا لا يمنعنا من أن نحسن تقديم إسلامنا إلى الآخرين حتى نجمع الناس على هذا الإسلام دون أن يكون في هذا إجبار ولا إكراه ولا ضغط ولا محو ولا أي شيء من هذا الذي يعني يخشى منه الناس. فالدعوة إلى الله بالموعظة الحسنة وبالحكمة وبالجدال بالتي أحسن، هذا هو الأمر. دكتور، هناك من وسع في أمر العقيدة حتى شملت الملبس، شملت المأكل وتقليد الغرب وغير ذلك. نعم. لماذا برأيكم؟ العقيدة في أصلها والشريعة أيضا، لأنه ما يصح أبدا أن نفصل فعلا العقيدة عن الشريعة. نحن قلنا العقيدة تسري في كل شيء. فمما يعني أراده الإسلام أن يكون المسلم متميزا في شكله وفي هيئته، لا يكون يعني صورة طبق الأصل من الآخرين بحيث لا يعرفه أحد ولا يمكن أن ينظر إليه أحد على أنه من المسلمين.
ولكن كما نقول هذا أمر فيه مسائل الزمان ومسائل المكان ومسائل الظروف الاقتصادية ومسائل العلاقات الإنسانية والتداخل بين المجتمعات الإنسانية، فلا يصح أن يكون عندنا هذا التصلب في هذا الأمر، الخوف من التزمت والخوف من التصلب. لكن إذا كانت المسألة فيها الرفق والتسامح وفيها سعة الأفق وسعة الصدر من غير عدوان على الهوية والذاتية والإسلام والعقائد وما حرمه الله تعالى، يعني أنا مثلا على سبيل المثال حرم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم الذهب على الرجال وحرم الحرير على الرجال، فهذا يعني أمر يتعلق بالملبس ويتعلق بالزينة. ولكن في الزينة العامة قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فينبغي أن يدور الأمر على النصوص الصحيحة وليس بفهم يعني قبلي أو نحو ذلك من هذه الأمور، أو وضع اجتماعي سائد في مكان يفرض على الدنيا كلها ويفرض على الناس جميعا. يعني المسلم إذا كان في الصين سيكون له ملبس خاص به، وإذا كان في أمريكا سيكون له ملبس خاص به، وإذا كان في الشرق في مواطنه المختلفة سيكون له ملابس تتعلق بالزمان والمكان والأشخاص والعادات الاجتماعية. فلا يصح أن نضيق الأمر على أنفسنا وعلى الناس وأن ندخلهم في متاهات بالتركيز على مثل هذه الفروع التي تضر بالفهم العام للإسلام. طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان ممن وسعوا في موضوع العقيدة وصنف كتابا بذلك سماه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. هل العلاقات بين الشعوب هي مسألة ثقافية أم مسألة عقدية؟ أولا نفسر كلام ابن تيمية في الحقيقة. ابن تيمية كان يعيش في عصر انكسار مثل العصر الذي نحن نعيش فيه الآن بالنسبة للمسلمين، وعندنا غزو من التتار وعندنا غزو من الصليبيين وعندنا اكتساح قائم وقادم على العالم الإسلامي. إذا لابد من أن يكون هناك هذا التميز حتى يعرف المسلم من غير المسلم. التميز هنا ليس بمعنى الاستعلاء، ولكن أن يعرف الناس أن هذا مسلم وأن هذا غير مسلم. فالرجل نظر إلى هذه المسألة من هذه الزاوية، وعندما تكلم عن النصوص الشرعية الحاكمة لمثل هذا الأمر. فنحن يعني في الظروف التي تؤدي إلى مثل هذه النتائج ستتحقق هذه النتائج. أما أن يكون الناس في سلم وفي أمان وفي طمأنينة فهذا أمر لا ينبغي أن يعني يرهب أحدا، لأنه عندئذ ستتجلى كل حضارة بمواصفاتها وبخصائصها ومواضعاتها التي اتفق الناس عليها. دكتور اسمح لنا أن نأخذ بعض المشاركات من السادة المشاهدين. معنا الأخ أحمد داد أحمد من الإمارات. مرحبا بك أخ أحمد، تفضل. مرحبا. يا هلا. أحببت أن أزيد على ما قاله الدكتور أن الإسلام جاء بعقيدة واضحة المعالم واضحة الأهداف، جاء برسالة علنية وليست قابلة للتأويل في بعض جوانبها، خصوصا الجانب العقدي فيها، وليست مستحيية من نفسها، فهي تعبر عن نفسها بما تراه ولا يملي عليها الآخرون ولا تتنازل، لكنها في نفس الوقت ليست عقيدة ضد الآخرين بمعنى أنها ضد وجودهم، ولكنها ضد أن يؤثروا فيها. ضد ايه أخ أحمد؟ ضد أن يؤثروا في العقيدة. نعم. ضد أن يؤثروا نعم. فيها. واضح. بمعنى أن تعاملنا مع الآخرين وبما تنبيه علينا العقيدة يفرض علينا أن نبرز عقيدتنا وأن لا نتنازل عنها، لكن هذا أيضا ليس معنى هذا أننا لا نؤمن بالطرف الآخر من حيث الوجود. هل لديك سؤال أخ أحمد؟ لا بس فقط أحببت تسمح لي دقيقة واحدة وحببت أن أصل إلى بعض النقاط يعني بإيجاز شديد لو سمحت. نعم. أولا أن ونحن عندما نتكلم عن هذا لا نتكلم من فراغ، فالإسلام الإسلام العقيدة الإسلامية جاءت وحكم الإسلام في كثير من أصقاع الدنيا عبر قرون طويلة، وشهد له أعداؤه وخصومه بأنه أعطى حرية العقيدة. ولذلك نحن إذا أخذنا من نقول مثلا فعندنا مثلا من المستشرقين الغربيين من شهد بهذا وحذر. عندك مثلا جوستاف لابون
يقول في كتابه ما عرف التاريخ، كتابه عن الحضارة العربية، يقول ما عرف التاريخ فاتحا أرحم من العرب ولولا شؤم شارل مارتن. أخ أحمد، يعني لا نريد أن ندخل في التفاصيل، لدينا اتصالات أخرى. الأخ حسن الحربي من السعودية، تفضل أخ حسن. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. يا أخي أنا أسأل الدكتور طال الله بعمره وبعمرك، هل يعجب حال المسلمين الآن؟ وهل أنه في عندما يقول أن الإسلام لا يريد الاعتداء، طبعا نحن ما نريد الاعتداء على أي دولة في العالم، ونحن المستضعفين الحين في الأرض، نحن المستضعفين، أصبحنا في الأرض نحن المستضعفين وليس هم اليهود والنصارى. اعتدوا على العراق، اعتدوا على فلسطين، اعتدوا على كل شيء. نحن يعني أبو بكر والرسول صلى الله عليه وسلم وعمر وعلي بن أبي طالب، هل كانوا يوم الفتوحات الإسلامية كانوا مخطئين؟ وأنت يا دكتور واللي معاك الشلة الثانية أنتم اللي على عفوا أخ حسن، يعني نرجو أن نتكلم باحترام مع الضيوف. مرحبا بك. عندنا الأخ حسن من صربيا، تفضل أخ حسن. أخ أحمد حسين من صربيا. السلام عليكم. تفضل. وعليكم السلام. أردت أن نشارك في البرنامج وشكرا على المشاركة الصحيحة. وعندنا موجودين ودرسنا الشريعة في الدول العربية هنا، وهلا عندنا مشكلة مع الطلاب الذين درسوا في السعودية، ونقول لنا أننا على العقيدة غير الصحيحة، علما بأننا نتابع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، ونعرف وين المشكلة. طيب أخ أحمد، وصل السؤال، شكرا جزيلا لك. دكتور أولا بشكل عام تفضل. يعني الأستاذ أحمد داد يعني يتحدث بما كنا نتحدث فيه قبل أن يتصل بنا، ولعله كان مشغولا بالاتصال عن أن يسمع الكلام الذي قيل. الإسلام طبعا رسالة عالمية للخلق أجمعين. طبعا دكتور أنت تحدثت في هذه المسألة بشكل مفصل وطويل. نعم. فنحن فقط نريد التوازن، يعني التوازن بين يعني اعتزاز المسلمين بالإسلام وانتماء المسلمين إلى الإسلام ودعوتهم إلى الآخرين دون أن يؤدي هذا إلى عدوان على أحد، هذا فقط. نعم. وهذا يجرنا الإجابة على سؤال الأخ حسن الحربي، ويعني عافانا وعافاه الله تعالى. ونحن لا الدكتور ولا الذين معه يقولون كلاما يخالف، ولا يمكن لنا أن ننطق بكلمة في كل وقت وخصوصا في هذا البرنامج أن تكون ضد الإسلام، يعني أو تكون تهوينا من قيمة الإسلام. نحن نقول الإسلام ليس فيه عدوان، نعم هذا حق. وهل هذا يضير الإسلام أن نقول الإسلام ليس فيه عدوان؟ إذا اعتدى أحد على المسلمين فإنهم يدافعون عن أنفسهم. الذين يقاتلون في سبيل الله هؤلاء يقاتلون، أذن لهم في القتال لأنهم ظلموا، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. فنحن الآن فيما تحدثنا فيه لم ندعو إلى استسلام أحد ولم ندعو إلى الخضوع لأحد، ولكننا نقول الاعتزاز بالإسلام والانتماء إلى الإسلام، فينبغي أن يكون الكلام على هذا النحو في الحديث إن شاء الله تعالى. أحمد حسين من صربيا يعني فتح لنا حديث عن سؤال. هناك الآن فرق إسلامية متعددة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، تباينت أفكارها، تباينت ربما غاياتها، هناك بعض الاختلافات التفصيلية في أمور عقدية. كيف للمسلم أن يتعاطى مع هذا الواقع؟ طبعا الفرق الإسلامية كثيرة، ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي، يعني الأمم كلها افترقت قبلنا على 71 وعلى 72، وستفترق هذه الأمة على أكثر من ذلك، على 73، والفرق موجودة من قديم، ويعني نشأت لأسباب عديدة، بعضها سياسية وبعضها لأمر يتعلق بالفهم للعقيدة أو للتأويل في بعض العقيدة. ظهر هذا قديما وسيظهر هذا حديثا. المسألة هل ندع هذا الاختلاف كي يؤدي إلى تمزيق الأمة وإلى تشتيت شملها وإلى إطلاق الأحكام على من يتحدثون فيها كمثل هذا الحكم الذي استمعنا إليه منذ قليل؟ هل يكون الأمر على هذا النحو؟ لا، لأن المسلمين المفروض أنهم يجتمعون حول المصدر الأصلي، حول القرآن والسنة، حول المنبع، حول المرجع، حول الميزان الذي توزن به الآراء والأفكار، وعليهم أن يقتربوا الاقتراب الكامل من هذا الفهم الصحيح ومن التطبيق الأمثل الذي تم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد صحابته الأكرمين، وعلى منهج من اتبع هذا الطريق المستقيم الموصل إلى الله عز وجل وإلى اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن علينا في حقيقة الأمر أن يكون عندنا أيضا من سعة الصدر بعضنا لبعض
ما يجعل الأمر محصورا في هذا الاختلاف الذي لا يتحول إلى خلاف. الله تعالى يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فعلينا أن نبتعد عن التكفير وعن التضليل والتفسيق لسبب ولغير سبب. لا بد أن يكون الأمر فيه مهابة للإيمان في قلوب المؤمنين. الأمر ربما تعدى فضيلة الدكتور إلى مسألة التكفير نتيجة الاختلافات العقدية. نعم. هل من ضوابط لهذا التكفير وهل هو من وظيفة الإنسان أصلا؟ لا، يعني بالنسبة لي يعني الأمر في هذه المسألة إذا وجد فعل فيه مخالفة صريحة لنصوص قطعية فيها أوامر واضحة من الله عز وجل فإن من الممكن أن يطلق اللفظ، ولكن كما قال أهل السنة على غير المعين وعلى غير المؤول، لأن المؤول إذا كان قصده التنزيه لله عز وجل فإن ذلك لا ينبغي أن يواجه منا بهذا الصك بمسألة الكفر. وهذا الكلام لا أقوله أنا حتى يسمعني الإخوة الذين يعني يقرؤون المصادر الإسلامية. هذا كلام يقوله أمثال ابن تيمية، يقول، واسمح لي أن أقرأ النص لأن بعض الناس لا يقرون إلا إذا استمعوا إلى مثل هذا الكلام. يقول: وكل من أظهر الإسلام ولم يكن منافقا فهو مؤمن، ويدخل في هذا جميع المتنازعين في الصفات والقدر على اختلاف عقائدهم، ولو كان لا يدخل الجنة إلا من يعرف الله كما يعرفه نبيه صلى الله عليه وسلم لم تدخل أمته الجنة، فإنهم أو أكثرهم لا يستطيعون هذه المعرفة، بل يدخلونها وتكون منازلهم متفاضلة فيها بحسب إيمانهم ومعرفتهم. وهذا موجود في مجموع الفتاوى 5/254 و255. فالمسألة ليست تقاذفا بالكفر. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الكفر وحذر منه، وقال: من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، وقال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وحذر من هذا حتى من تكفير الذي ادعى أو الذي نطق بكلمة الإيمان في القتال. وماذا لو ظهر منه كفر بواح؟ إذا ظهر كفر بواح فهذا الكفر يقال عنه وكما نقول، ولكن إذا استطعنا ألا نجعل المسألة في تكفير المعين، نحن ينهى عن تكفير المعين شرعا إلا إذا كان الأمر كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. يعني ما حدش يقدر يقول أن أبو جهل مسلم مثلا، أو أن من يرفض نصا قطعيا أو أمرا قطعيا يكون مؤمنا، الذي يقول الصلاة ليست واجبة، أو الذي يقول أن الزنا حلال، أو الذي يقول أن الربا حلال أو نحو ذلك. لا نستطيع أن نقول مثل هذا الأمر. فإذا كان الخلاف لنص قطعي واضح الدلالة قطعي الثبوت والدلالة فإننا عندئذ يمكن أن نتساهل، وهذا خروج من الحكم الأصلي، لأنه لا ينبغي أن نكفر المعين، لكن في هذه الحالة يمكن تكفير المعين. نعم. هل مسائل العقيدة هي مسائل قطعية لا تحتمل الاختلاف؟ فيها نصوص قطعية لا تحتمل الاختلاف؟ حدث الاختلاف في فهم بعض الأشياء، ولكن بعد الصدر الأول. يعني الذين حدثون عن الصحابة كلمون عن أنهم اتفقوا على أصول العقائد، لكن وقع بينهم بعض الاختلاف في بعض المسائل. وأنا أذكر نماذج على سبيل المثال. مثلا اختلفوا هل رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج ولا لا، وهذه مسألة تتعلق بالعقائد، يعني رؤية الله تعالى هذه عقيدة. لكنهم اختلفوا، الصحابة أنفسهم اختلفوا في أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج ولا لا. اختلفوا في التفاضل بين الملائكة والبشر، يعني بعض الناس يقول الملائكة وبعض الناس يقول البشر، وخصوصا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقع خلاف في هذا الأمر، وقع خلاف في هل يعذب الميت ببكاء أهله عليه أو لا، وهذه مسائل من فرعيات العقائد. هناك أصول وفرعيات العقيدة. نعم، الأصول هي الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والإيمان بالقدر، وهي التي جاءت في هذه الآية التي بدأنا بها الحلقة، وجاءت في أمثالها من الآيات القرآنية، وجاءت في حديث جبريل عليه السلام اللي هو الحديث الذي سأل فيه عن الإسلام والإيمان والإحسان، وقال عن من تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر تؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه أصول العقائد لا ينبغي أن يكون فيها اختلاف في إثباتها وفي تقريرها، ولكن ربما وقع الفهم في تقريرها للناس أو في تعليمها للناس أو في بناء الأدلة التي تبنى بها هذه العقائد، ربما يقع فيها الاختلاف. وعلينا في كل الأحوال أن نجمع لا أن نفرق، وأن نوحد لا أن ندمر،
المسلمين بأمثال هذه الخلافات المفتعلة بين الناس. دكتور، هل يترتب على التمييز بين المسلم وغير المسلم تمييز في الحقوق والواجبات أيضا؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال في معاهدة المدينة: لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وأنهم يتناصرون في حماية المدينة والدفاع عنها، وفي دفع الديات لمن يقتل يعني غدرا عدوانا دون أن يعرف قاتله، إلى آخر هذا الأمر. والإسلام أصلا لا يعترف بالظلم ولا يعترف بالعدوان، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ظلم الحيوان، حتى الحيوان، فما بالك بالناس. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان جالسا ورأى جنازة قام واقفا لها، قالوا: يا رسول الله إنها جنازة يهودي. قال: أوليست نفسا؟ فهي نفس مكرمة خلقها الله عز وجل. أما أن يؤمن أو يكفر فهذا مرجعه إلى الله عز وجل، مرجعنا إلى الله يوم الحساب، هو الذي سيفصل بيننا يوم القيامة إن شاء الله. البعض يتساءل فضيلة الدكتور، وقد يكون السؤال الأخير في دقيقة واحدة، عن موضوع الغيبة وحرمة الغيبة. هل هي متعلقة بالمسلم فقط أم متعلقة بغير المسلم أيضا؟ كما قلت منذ لحظة، الإسلام لا يعترف بالعدوان أبدا. الغيبة أن يغتاب الناس، أن يذكرهم بما ليس فيهم، أن يذكرهم بما يكرهون، أن ينقل أخبارهم على غير معرفة وعلى غير علم وعلى غير حقيقة. الله تعالى يقول فيما هو أشد من ذلك: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لا يصح العدوان حتى على الكافرين، وهذا يسمعه الناس، عليهم أن يتأملوا هذا الأمر. ليس الإسلام دين عدوان ولا دين مظالم، ولكنه دين خلق رفيع، دين قيم ثابتة، دين كرامة للخلق أجمعين، دين دعوة بالحسنى والموعظة الحسنة. وهذا مما ينبغي أن يكون معروفا لنا في سلوكنا حتى نكون أوفياء لله ولدينه ولرسوله ولكتابه. أشكركم فضيلة الدكتور عبد الحميد مدكور، رئيس قسم الفلسفة في كلية دار العلوم سابقا، على حضوركم معنا. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. أنقل لكم تحيات معد البرنامج معتز الخطيب، والمخرج فداء إبراهيم، وسائر فريق العمل. وهذا عثمان يستودعكم الله. دمتم بأمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.